استكمالا لحديثنا عن الكا في مصر القديمة، الكونسبت بتاع الكا، الايجو، السبيريت، القرين في مصر القديمة وأهمية هذا القرين في الحياة. بعد ما تحدثنا عن إنه هو أحد المكونات اللي بتعمل ديفنس، بتعمل عملية دفاع أو حماية للجسد المادي، وإنه هو كمان مخزن فيه كل خبرات الإنسان في الحياة، وإنه هو الجزء اللي بيبقى still in our life بعد ما الإنسان بيعبر للعالم الآخر أو الروح بتاعته بتعبر لعالم الأرواح، بيفضل الكا أو القرين موجود. وبالتالي هو الشخص أو هو التكوين اللي بيتواصل ما بين عالم الأحياء وما بين عالم الأرواح. القرين أو الكا في مصر القديمة زي ما قلنا اتذكر عندنا 14 كا من الكاوات، وكل مجموعة من هذه الكاوات مسؤولة عن جانب من جوانب حياة الإنسان. عندنا كاوات مسؤولة عن نمو الجسد المادي، عندنا كاوات مسؤولة عن النشاط، عندنا كاوات مسؤولة عن البصيرة، عندنا قوات مسؤولة عن المهارة، عندنا قوات مسؤولة عن الاستابيليتي، الثبات في الحياة، عندنا قوات مسؤولة عن قدرتنا على الإنصات، عندنا قوات مسؤولة عن القدرة على الإحساس والفهم، عندنا قوات مسؤولة عن الباشن بتاعنا والاستراجلينج والتحدي ومن أجل الانتصار وإن احنا نعمل جلوري لينا في الحياة. عندنا قوات مسؤولة عن الغنى، وقوات مسؤولة عن الاستنارة، وقوات مسؤولة عن كتير جدا. بحتي الكا الخاصة بالقوة الجسدية، نخت الكا المسؤولة عن الانتصار، ويني الكا المسؤولة عن النور، انك تبقى انسان شايني مشرق، يبقى فيه في وشك كده نور كده. وسر المسؤولة عن الغنى، الغنى المادي. واج المسؤولة عن النجاح والنشاط. جيفا المسؤولة عن تحقيق الوفرة المادية ووفرة الأفكار وغيرها. شبس المسؤولة عن الوقار وعن المكانة والكاريزما. وش المسؤولة عن الدمار وعن الحرب وعن الهجوم على الآخرين. ماوو المسؤولة عن البصيرة وعن التأمل وإدراك الحكمة من وراء الشيء. سبد المسؤولة عن التأهب، المسؤولة عن المهارات السكيلز اللي عندك. جد المسؤولة عن الثبات، عن الاستدامة، عن الديمومة. سجم المسؤولة عن القوة، عن الإنصات وعن السمع. سبا المسؤولة عن الإدراك والإحساس. إيح أو دبن المسؤولة عن التذوق، أن تتذوق، مش التذوق اللي هو الأكل، ولكن تذوق المعرفة وتذوق اللي هو المعنوي.